بيعرفوها. شو والمسلم لازم يتسامح مع الناس، إذا فيش تسامح فيش حياة، في غلط بس في الحياة. أكيد. سؤال طلعت من بلد صحيح؟ هسه شو أنت مصاريف وين تروح؟ يعني للتسامح ولا للعنف؟ تروح إذا في مصاري زيادة بتساعد المعتزين. פעילות לבטיחות בדרכים. יצאנו ביחד עם תלמידי בית ספר אל-חייאר בכיתה ז' לחלק נשרים לנהגים, להסביר להם את החשיבות של נהיגה זהירה בתוך שטח בנוי, להתחשב בהולכי רגל, במשתמשי הדרך, באנשים זקנים, ילדים. כל מי שמגיע לבנק, כל מי שמשתמש בכל השירותים בעיר, אנחנו מבקשים שיתוף פעולה ומנחים את הנהגים, מנחים להם שיש לתלמידים, כל הכבוד למורה המכובד, כל הכבוד לבית ספר. الأسرة مظبوط ولا لا؟ حتى في البنك مظبوط؟ في الشارع الشوفير شو لازم يكون على الشارع؟ لازم يكون زهير متسامح مظبوط؟ مع أولاده مظبوط ولا لا؟ مع كل الناس. أسباب العنف في البلد مرض شو يكون السبب؟ أحد أسباب العنف في البلد اللهم صل على سيدنا محمد التربية في الدار وفي المدرسة 100%. يعني إذا التربية مليحة التربية مليحة بيطلعش الولد يكاتل في الشارع 100%. ما يصيرش المشاكل والعنف. يعني معنى ذلك إنه أساس كل شيء البيت اللي هو المدرسة الأولى. أول شيء البيت وبعدها المدرسة 100%. بس البيت هو المدرسة الأولى مظبوط؟ البيت والمدرسة أيوة 100%. إن شاء الله طبعا إحنا كل هذا بيكون متطبق في كل محل. شكرا. شو الاسم؟ يا عيني عليك يا كفاح يا ربي. كلهم تلاميذ شايفين؟ التسامح عبارة عن قيمة اللي لازم ننشرها بين الناس. العنف بيبدأ أصلا من البيت، لازم الأهل يديروا بالهم على تربية أولادهم إن شاء الله. كيف بتترجم التسامح في الشارع مثلا؟ إذا الإنسان بعدين تعطيني لازم يساوي يعني. يعني شوفير المشني يا زين المشني احلى المشني شوفير غير متسامح شو ممكن يصير؟ يعني من دون تسامح الحياة بتستمر؟ لا تكون جحيم ولا لا؟ طيب شكرا اهلا وسهلا. על המצב קשים פה, והאם אתה שבע רצון מאיך שמתנהל? استنى كاميرا بصفنا بالعربي بالعربي خلاص بالعربي بالعربي استاذ ترجم بالعربي هلا شوف الطوشي في الشارع وشفتهم بيتقاتلوا شو رد فعلك لهذا الطوشي؟ عادي طبيعي. لا مش طبيعي. ليش طبيعي؟ طلع بنحاول ان نبعد بينهم فاهم. وشو بتقول لهم بعد الاشي يعني تتصالحوا ولا فيش وتصبروا على بعض التسامح لان احنا اولاد بلد فاهم. لانه لازم نتسامح ويش فاهم. والتسامح من شو العنف صار في البلد؟ لانه فيش تسامح فيش تربيه فيش شيء فاهم. يعني من وين بيبدا التسامح في الاول؟ من البيت نفسه من البيت والعنف من البيت. اذا تشوف الاب مربي اولاده بيطلع شو اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لي التسامح معناه انه واحد اخطا في حقي وانا اتنازل عن حقي واسامحه. هذا معنى التسامح. انسان اخطا في حقي وانا اتنازل عن هذا الحق واسامحه. يوم ما اقول اسامحه معناه امسح كل شيء في قلبي عليه، مش اخلي شيء في قلبي عليه واقول اني انا سامحته وبعد شهرين ارد اخرى مره ازعل عليه. لا، سامحته يعني مسحت اللي إشي بيني وبينه، مش بس في الدنيا والاخره. حسب رايك شو منين بيبدا العنف؟ العنف بيبدا من صف الروضه، من سنه اولى
سنة أولى من الوالدين في البيت، بعدين الروضة، بعدين سن التمييز 4 سنين 5 سنين، بعدين المدارس. من هناك بيبدأ العنف بيبدأ من السنة الأولى. أول ما يولد الولد بنعرف إنه الولد بيبقى عنيف أو مش عنيف بناء على البيئة اللي بيعيش فيها. أو تعلم من الناس بشوف، بتعلم من الناس في المدرسة، بتعلم من أهله، بتعلم من البيت، بتعلم من الجيران، بتعلم من المعلمين، بتعلم من المعلمات، بتعلم منه من إخوته، من أبوه، من أمه، بالذات أمه. أول درس بأخذه الولد في العنف من أمه. إذا كسر شغلة في البيت بتضربه، ما هناك بتعلمه الضرب. تسامح، من وين بيبدأ التسامح؟ لازم الواحد إذا في مشكلة صارت بينك وبينه تدفع بالتي هي أحسن. التسامح مش بعده من صفات المسلمين. من وين بيبدأ التسامح؟ من البيت، من الدار، من التربية. لازم طبعا لازم ينشأ عليه الواحد. البيت، الأسرة في داخل البيت كلها دورها الكبير في التسامح طبعا. الله يسلمك، الله يقويكم. شكرا. بدنا انه الناس يسامحوا بعض، التربيه من البيوت، من المدارس، من الشوارع، من كل الشغلات هاي. وقولوا لرؤسائكم انه الشوارع مش البنيه التحتيه للبلد لازم تنبنى لكم للاولاد الشباب، يلاقوا لكم مطارح مليحه اللي تقدروا تقضوا وقتكم بعد المدرسه. طب الدنيا بتمشي بدون تسامح؟ طب شو رايك في المشترى اللي حطوه في البلد؟ المشترى مشان تساعد الناس مليح، هذا مش مشان انا بأيد هذا الشيء لانه امان علينا يعني في هذا البلد. اذا مشان تساعد الناس مليح. شكرا. طوشي بنزل هذا عضلات قوية. احكي لك شوي عن العنف، شو رايك في العنف؟ وشو رايك في العنف اللي بصير في البلاد؟ احنا ضد العنف وضد شو اسمه بدنا التسامح بين جميع اهل البلد. ومن شو بصير هذا العنف؟ كل التربية، كل تربية الاهالي.